السلام عليكم. معكم دكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي. الإنسان كل يوم بيدور على الحاجات اللي بتسعده والمتعة بتاعته، وللأسف تناول المتعة دي واستخدامها قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي. أنا بمارس جنس طول حياتي وللأسف الممارسة دي غير صحية تماما، بمعنى ان انا عملت جنس لا بس ما شبعتش، عايز تاني. وللأسف انت طول الوقت بتشكك يا اما في تشوه العضو بتاعك او الناحية التانية بتشكك دايما في ادائك، وده اللي بيخليك تعمل سلوك متهور وبتدور على حد تعمل معاه علاقة علشان تقول له ايه رأيك في ادائي، ازاي يعمل جنس امن او يفهم نفسه قبل ما يعمل جنس. تابعونا عشان نعرف ايه موضوع النفسية والجنس. رجعت لكم تاني وهنتكلم عن الاضطرابات النفسية الجنسية، بمعنى اني اوقات كتيرة جدا بيكون انا بمارس جنس طول حياتي وللأسف الممارسة دي غير صحية تماما وبتأثر عليا وبتعمل انواع كتيرة من الاضطرابات. اشهر الاضطرابات النفسية الجنسية هو اضطراب بنسميه الوسواس القهري الجنسي، بمعنى ان انا عملت جنس لا بس ما شبعتش، عايز تاني، ما حسيتهوش. ده بيبقى عبارة عن فكرة مقلقة او سلوك معين داخل دماغك انك انت الاداء الجنسي بتاعك بتشكك فيه، وللأسف انت طول الوقت بتشكك يا اما في تشوه العضو بتاعك وتتهم نفسك ان العضو قصير، وده ليه اختبارات موجوده في التشوه المعرفي للعضو التناسلي العضو الذكري، او الناحيه الثانيه بتشكك دايما في ادائك. مش بس كده، ومحتاج دافع، وده اللي بيخليك تعمل سلوك متهور وبتدور على حد تعمل معاه علاقه علشان تقول له ايه رايك في ادائي. السؤال ده من اصعب الاسئله اللي ناس كتيره جدا جدا بتسال فيه شركه، وخليني احدد شركه، انا مش بتهم الناس انها ممكن بتعمل علاقات غلط، ولكن العلاقه الصحيحه انك انت تجهز استخدام نفسي للتحضير للاداء الجنسي. ناس كتيره جدا بترجع للمنشطات الجنسيه او منشطات المخدرات احيانا علشان تأدي وظيفه جنسيه عشان هو عايز يستمتع بالاداء الجنسي بتاعي، وده هو هنا بيخاطر بنفسه اكتر. وساعتها بنساله السؤال الصح: ايه مفهومك عن الجنس؟ او بمعنى صح نفسيتك انت كانسان ايه اللي عارفه عن الجنس؟ اوقات كتيره جدا تكون متجوز ومخلف وثقافتك الجنسيه او معرفتك عن الجنس هو بعيد تماما عن الاداء الصحيح للجنس. وهنا هناخد بالنا من معلومه مهمه جدا. يلا بينا نعمل شوية خطوات مهمة جدا. أدائك النشاط الرياضي بتاعك ده مهم جدا في العلاقة الجنسية. استخدامك للمقدمات في العلاقة الجنسية ده يدل على انك انت عندك وعي جنسي او ما عندكش وعي جنسي. وهنا ناخد بالنا، هل انت بتحب الشراسة شوية او العنف في العلاقة الجنسية؟ وده بياخدنا لمقياس تاني وهنطبقه عليك. هل انت ساديزم او عندك سادية جنسية؟ كل واحد من الحاجات الاضطرابات دي هيبقى ليها حلقة منفردة. ولكن نرجع لموضوعنا النهاردة، الوسواس القهري الجنسي اللي طول الوقت فكره ملحه عليك: انا عايز اعمل جنس جديد، انا عايز اجرب اوضاع جديده. وده اللي بيخلي اكتر من 3 مليون موجودين على جروب معين على التليجرام تقريبا او على الواتساب، بس اظن على التليجرام، علشان يشوفوا صور كرتونيه لاوضاع جنسيه اللي هم عارفين يطبقوها ولا جسمهم يقدر يخلوها يطبقوها، وكمان معلومات غير صحيحه بالمره من شخص غير متخصص. وده بيخليه طول الوقت يتهم نفسه بالعجز والقصر الجنسي. مش بس كده كمان، ويبدأ يشتري في المنتجات اللي معروضة على نفس الجروب علشان يشتري المنتجات دي عشان يطبق الأداء اللي شافه في الصور المنشورة على نفس الجروب. وترجع تقول لي أنا عارف جنس. للأسف استخدامك المفرط للجروب ووجود 3 مليون في الجروب ده يدل على ان الثقافة الجنسية في النازل، حتى وان كان مسمى الجروب او الاستخدام بتاعه للتوعية الجنسية، بس هو غير متخصص بفهم النفس البشرية للأداء الجنسي السليم. أداء الجنسي السليم عشان نختم بيه حلقتنا، المقدمات من الحاجات الممتعة جدا جدا في الأداء الجنسي. حد يقول له طب يا دكتور الوسواس القهري اللي عندي قبل الاداء الجنسي، يعني لو انت حاسس انك انت طول الايام الاسبوع عندك فكره ملحه للاداء الجنسي، وحتى بعد ما بتعمل جنس عايز تعمل جنس تاني بس العضو مفيش فيه انتصاب، هنا حبيبي اقدر اقول لك روشته رقم 1: الصيام الجنسي. الصيام الجنسي هي انك تتوقف عن ممارسه الجنس لمده 2 أو 3 أسابيع عن اي منتج جنسي، سواء مشاهده افلام
او الجروب اللي انت بتتابعه، او مشاهده صور، او مشاهده مقاطع، او حتى بنسميها مكالمات جنسيه. ايا كان المنتج اللي بيثيرك ممنوع تماما، وطبعا ممنوع النظر للنساء بشهوه. طب اخرة الصيام ده ايه؟ اخرة الصيام ده انا عايز اوصل للفكره الجنسيه اللي البيور اللي موجوده عندك، علشان بناء عليها نبدا مرحله العلاج اللي بعد كده. لو قدرت تقعد 3 اسابيع من غير ممارسه جنسيه طبيعيه ومن غير تفكير وتقاوم التفكير الجنسي اللي عندك، ساعتها دايركت المخ بتاعك بيروح للاستخدام السليم بتاعه، كأن واحد جعان وليه اكله جديده. فساعتها انت لو متجوز بعد 3 اسابيع من الانقطاع الجنسي، اشوف ان زوجتك او شريكتك هي اجمل حد ممكن تعمل معاه جنس، وهتحس ان الاداء الجنسي بتاعك هو افضل تجربه جنسيه انت عملتها. دي كانت الروشته الاولى، وخليكم مركزين على التجربه دي عشان هنكمل فيها في كل الاضطرابات النفسيه الجنسيه. تحياتي ليكم دكتور علي عبد الراضي.